إعلان الفائزة ممكن يشمل كل الأطراف، لأن بجد ما بساطة حفلة أختي الصغيرة كانت تخطف الأنفاس من بساطتها، حلوة وجميلة وفيها مجهود لكن فيها بساطة. في المقدمة وجود السحارة هذه اللي أهدتها الوالدة لأختي من 10 سنوات، ورجعت استخدمتها في هذا العيد ونحطت فيها الثروة اللي هي العيدية اللي توزعت. هذا رقم 1 من الأشياء اللي أنا على مستواي الشخصي حبيت الفكرة. أختي الكبيرة كان في كرم وسخاء في حفلتها، هدايا حلوة وكل شيء رائع. الخيمة اللي بنتها للبنوتات يجلسون فيها، كل الأطفال المتنوع من جماله ومن تنوعه ما قدرت أحط لكم كل الصور، بس تحب تتعب على حفلاتنا السنوية، هذا يحسب لها أختي الكبيرة. رغم إعلاني فوز أختي الصغيرة، لكن لازم أنصف شكل الهدايا، الذوق اللي الألعاب حتى للبنوتات وللأطفال كانت فيها تميز. كإنسانة تجرت من الحفلة الأولى أكثر، بمدح الحفلة الأولى، عيدنا مع أختي الصغيرة لوجود السحارة والبساطة. عيد أختي الكبيرة حلو وفخم وراقي ومتنوع وأركان كثيرة، والأكل فخم، والحلا كان لذيذ ومتعدد. كانت الليالي اللي احتفلنا فيها ما بين عيد أختي الصغيرة والكبيرة كان في كذا عيد، لكن هذه الحفلتين كانت الأميز وحبيتهم، ولذلك نقلت منهم مقتطفات بسيطة للإلهام وللتأكيد على أننا ممتنين الكل اللي تعبوا عشان يسعدونا ويعايدونا ويفرحونا. الله يزيد الأعياد والمناسبات السعيدة في حياة الجميع.